الكيان العبقري للإنسان اللي لما يدركه بيدرك ملذات ولذات الحياة، مشاهدة وحس كل ما هو متعلق بالواقع اللي احنا عايشينه. الهدوء والعقل الباطن، التفكر والتأمل والاستمتاع بالحياة، الالتزام بالعمل والرؤى. من وجهة نظري بدون هدوء فكري مش هتعرف تنام، وده اسمه overthinking. بدون هدوء وصربعة في الشغل ده اسمه كروتة. بدون هدوء وبدون سيطرة على العقل ده اسمه عدم نظام، لأن العقل وقتها بيشتغل بسرعة قوي وبيفكر كمان بسرعة في وقت قليل جدا. تخيل انك بتشتغل في ساعة وبتفكر في نفس الساعة. العقل وقتها بيشتغل بسرعة قوي وبيفكر بسرعة جدا في نفس التوقيت اللي بيشتغل فيه بيفكر فيه. فتخيل انت بتشتغل وبتفكر، ده مسموش هدوء، وده مش صح اصلا للحالة النفسية بتاعتك. كمان دي مش حياة. مع الوقت هيحصل ستريس، هيحصل خوف، ومن هنا هتبقى هي جذور الأمراض النفسية اللي بيتعرض ليها الإنسان بعد فترة طويلة قوي من عدم التفكر وعدم التأمل وعدم الهدوء، اللي هو بياخد حياته بسرعة جدا. الشخص الإيجابي، وخصوصا الأشخاص اللي بتشتغل كذا شغلانة في اليوم أو بيعملوا حاجات كتير في يومهم، عايزة بس أقول لكم إن نمط الحياة بجد بطيء. نمط الحياة بطيء جدا جدا جدا، بس رتم الحياة السريعة الشخص نفسه هو اللي خلقه، وهو اللي حابب يعمله بسرعة وباستعجال وبسربعة. سربعة في التفكير، في الشغل، في الوقت بتاعه اللي هو ملكه، اللي هو أغلى حاجة عنده. تعالوا بقى أشرح لكم مهمة العقل الباطن في إزاي إنه يخلي حياة الشخص ممكن يبقى ما فيهاش هدوء، فيها سربعة، فيها تفكير، فيها حاجات كتير قوي من اللي أنا قلتها. مهمة العقل الباطن أصلا تخزين كل المشاعر، سواء كانت سلبية أو إيجابية، بس أغلبيتنا وخصوصا العقل الباطن في التفكير أو في مرحلة التفكير السلبي أو في مرحلة الحزن بيفكر في كل ما هو سلبي في الموقف كله. يعني لو في موقف إيجابي وموقف سلبي بنقارن ما بينهم، فالعقل الباطن هيبقى مركز في أدق التفاصيل. المعلقة اللي كنت بشرب فيها الشاي، الشخص كان لابس ايه وهو بيقولي كلام يضايقني او كلام محزن، الموقف كله كان فين او كان مع توقيت معين او كان في توقيت معين. كل ده العقل الباطن بيبقى واخد باله منه ومركز في ادق التفاصيل السلبية، بعكس الايجابي ممكن ما يبقاش مركز الا مع الموقف بس، وهنا الموقف بالذات ما بياخدش باله من كل الديتيلز او التفاصيل اللي انا لسه قايلاها. بيركز في الايجابي في اقل تفاصيل واقل ديتيلز في الموضوع كله، لان العقل الباطن بيحاول يشتتنا كتير جدا ويسيطر علينا وبيجنزرنا كده بجنازير حوالينا بسبب بعض المشاكل الغلط او بعض المواقف السلبية اللي حصلت لنا او بعض الاوفر ثينكينج اللي تعرضنا له الفترة اللي فاتت. فمحاولة فك الجنازير اللي العقل الباطن بيركبها علينا دي مستحيلة، وان احنا نعملها كده عشان نكسرها كلها مستحيلة برضو. احنا لازم ندرك ان احنا في المشكلة، اثناء المشكلة ما هي معانا، واثناء الموقف ما هو مضايقنا وحاسين بكل سلبية فيه، لازم ندرك انه قد كده مهما العقل الباطن حجمه وخلاه قد كده. المشكلة هنا في إدراكنا للأمور، هو اللي بيخلينا يا إما نكبر الموضوع يا إما نصغر الموضوع. فلو عرفنا أو عملنا نوع من أنواع الإدراك الصحيح بوعي مثالي إن فعلا العقل الباطن بيكبر لنا المواضيع جدا جدا، هندرك إن احنا في موقف مش مستاهل لا الأوفر ثينكينج ولا السربعة ولا حتى عدم الهدوء. محاولة الهدوء أو سيطرة الهدوء على كل مناحي حياتنا من شغل وتفكير ونظام، هو إدراكنا إن العقل الباطن بيكبر لنا المواضيع جدا، ومحتاجين رقم 2 نعمل تو دو ليست مهمة
للنظام بتاعنا في يومنا، لان الكون كله ماشي بدقة وماشي بنظام، ماشي بوقت وماشي بتايمينج احنا لازم نعمله لنفسنا. رقم 3 تحرير كل المشاعر السلبية اللي بنتعرض لها في يومنا اول باول، وخصوصا المشاعر اللي حصلت لنا واحنا صغيرين او اثناء الاعوام اللي فاتت، من مشاعر سلبية، من مواقف سلبية، من حتى مواقف حسستنا ان احنا قليلين مهما كان الموقف كبير. محتاجين نعرف ان النظام واحنا شخصيا كبار جدا في عيون انفسنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. هستنى كومنتاتكم الايجابية هشوفها، وهستنى اسئلتكم علشان نعمل فيديوهات جديدة بالاسئلة دي. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.